بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد جمالية الخلية وقوة الخلية. شاهد أخي الكريم جمالية الإطارات وقوة الإطارات. نحن لسنا من أصحاب الذين يجمعون الإطارات من خلية إلى خلية. شاهد إطاراتنا كيف أصبحت وكيف تقوت. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سلالة ثلية في رونقها. شاهد جمالية الإطارات. شاهد أقوم بالتضليل بهذه البلاستيك لكي يشاهد الهاتف لأني لا أستطيع مشاهدة مع حرارة وقوة الشمس. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم أخي الحبيب. شاهد العكبر. شاهد جمالية العكبر وسمك الإطارات. شيء بمعنى النحال يعرف النحال. نحن مع المبتدئين مبسوطين، لكن نريد كذلك مع النحال أن يعطينا وجهة نظره ويقول هل الطريقة فعلا صحيحة الخلية البيضاوية أم لا. الحمد لله كما أقول دائما. دقيقة لا أرى شيء والله لا أعرف، لأن هناك وضع للتصوير جد صعب. أعرف هناك تصوير دائما كما أقول. الفرز عندنا بشمع الأساس. أنا أخذ الآن من الصندوق شمع الأساس وحق شمع الأساس. دائما الفرز أفرز بشمع الأساس. ربما يرى فيها البعض شيء وأنا أرى فيها شيء، وكل الطرق تؤدي إلى روما. كل الطرق تؤدي إلى روما، وكل نحال يقول لك طريقة جميلة. هذا جميل أكيد أن كل نحال يقول لك أن طريقتي هي الأفضل. صلى الله عليه. لا أرى شيء والله لا أعرف إخواني هل هناك تصوير أم لا. أنا أريد أن يضيع منا هذا المباشر، لكن نتوكل على الله. أول إطار. شاهد أول إطار سأرفعه على المباشر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا. إلى خل التفاح. أقول لكم الله يجعل لكم إن شاء الله سنة أخرى بخل التفاح. هذه في خاطر أصحاب خل التفاح. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. أخي الكريم سأصففهم لك على الشمس كي تراهم جيدا. بسم الله ما شاء الله. هناك تصوير منه والله ما أعرف هل هناك تصوير. بسم الله ما شاء الله. شاهد من داخل الخلية نوضع لك إنارة. بسم الله ما شاء الله. صورة واضحة يا إخواني جزاكم الله خير. أرى قلوب، بمعنى هناك قلوب هناك تصوير. لو شاركتموني هذا المباشر على أوسع نطاق جعل الله في ميزان حسناتكم. فالخلايا الآن البيضاوية أخذت رونقها، أخذت الرونق. شاهد صحف النحلية. قل الله أكبر من أعالي الجبال. الله أكبر الله أكبر. اللهم الحق حقه. اللهم أرنا الحق حقه وأرنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقه وأرنا اتباعه. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. الله يسميها في أعالي الجبال. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. شاهد صحف نحلية، صحف عسلية. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مناحل أخوك جلالي البيضاوي. والله إطارات حبو 7 كيلو. لا أتوفر على الميزان. شاهد بسم الله ما شاء الله. شاهد أقول لك شاهد أقول لك شاهد أقول لك شاهد أقول لك شاهد. هذا سيقع مني، هذا سيفر مني، هذا سيذهب مني. بسم الله ما شاء الله. شاهد
أقول لك هنا لدينا 20 كيلو عسل، 20 كيلو عسل. والله لو كان الميزان عندي هذا الإطار به 6 كيلو ونصف أو 7. هذا الإطار شايف سمكه؟ الله أكبر. وختمه خلية البيضاوية والطريقة البيضاوية. بسم الله ما شاء الله. أقول لك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لم أكتب يوما ما اسمي على إطارات النحل لأني لا أريد شهرة. لم أكتب يوما ما اسمي على إطارات النحل، بل كتبت أسماء أصدقائي. لم أكتب يوما اسمي على أي إطار نحل لكي لا تكون لي شهرة، لكي يكون فقط رحمة الوالدين. كتبت دائما الله أكبر، وكتبت دائما ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يا الله يا الله أخي الكريم، استمتع معي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن، الله أكبر. يا سلام. وصلنا إلى الحضنة في هذه الخلية. سأتركها بهذه الطريقة. شاهد الختم. يا سلام لو كانت التغطية جيدة. والله أعذروني لا أرى شيء، والله لا أرى شيء في الهاتف، لكن أتركها في بين أيديكم. أترك تعليقاتكم ودعواتكم وتبركاتكم لهذا النحل ولهذا العسل. اللهم اجعل لها بيت طريق كل مريض، اللهم اجعل لها بيت طريق كل مريض. اللهم حاسبني عن كل نقطة عسل وكل سلدية نحل وكل مربع وعسل فيها. بسم الله ما شاء الله. يا الله. شاهد سأفتح لك من الجنب الآخر. شاهد كيف يتكسر الشامع. شاهد. بسم الله. الله أكبر. يا الله. الله أكبر. شاهد واستمتع. صحف النحلية. بسم الله ما شاء الله. صحف النحلية. عسل ولا أروع، عسل ولا أرقى، عسل ولا أجمل. بسم الله ما شاء الله. شاهد. الله أكبر. دقيقة سيفر مني. يا الله. بسم الله ما شاء الله. من خلية واحدة ماذا عندنا؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الرحمن. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمه وفضله. يا الله. صلى الله على محمد. أقول لك خلية ربما 40 كيلو عسل من صندوق التربية. بسم الله ما شاء الله. بقينا شاهد 5 عسل. لا، حضنة 1 2 3 4 5. شاهد حضنة أراها أو أم لا تراها. شاهد حضنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله. نتعب ونشقى لأن فعلا نحالون. إن رأيتنا بهذا الإنتاج فاعلم أن لدينا الطريقة ولدينا الأسلوب ولدينا الأمانة ولدينا حب هذه الحشرة ولدينا بمعنى أفضل طريقة لكي نراك بالعسل، أفضل خلية لكي نراك. سنة ناقصة، سنة بشح المرعى، سنة ضعيفة في التساقطات والله العظيم، لكن سبحان الله وبحمده ما خلق الله إلا وخلق له رزقه، ما خلق الله شيئا إلا وخلق الله له رزقه. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صحف النحلية، صحف النحلية يا أخي. ترى هذا فتقول بسم الله ما شاء الله، ترى هذا فتقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أقول لك والله أنا أسعد وأسعدكم معي. بسم الله ما شاء الله. لسنا من الناس التي تحضر الخلايا، فتحنا على المباشر وأريناك على المباشر وقدمنا لك. شاهد صف النحل وجعلناهم صفا صفا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد صف النحل، شاهد كيف تصفف النحل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الرحمن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. والله ما أعرف أن تترقينا دقيقة في المنحل لا أرى شيء. الهاتف أسود، الهاتف أسود. أذهب إلى السيارة للدل.
بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم شباب. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أرى شيئا، أرى شرط فيه تغطية إخواني. نعم فيه تصوير، فيه تغطية، كله على بعضه. نعم شاركتموني هذا المباشر، جعل الله في ميزان حسناتكم. أفضل خلايا، أفضل عمل في الطريقة البيضاوية والخلية البيضاوية. اللهم حاسبني عن كل ذرة. عندما أتكلم دائما، عندما تكلمت أعيدها وأكررها، فأنا أتكلم معك من الحقل وعلى المباشر، افتح لك الخلايا على الحقل. والله لسنة ناقصة 50% من الإنتاج، لكن الحمد لله بالخلية البيضاوية دائما 6 إطارات فهي لك. اسمع الوروار وشاهد النحل، صحف النحلية. بسم الله ما شاء الله علي النحلية والحضنة والملكة بسلام. شاهد مخزون خبز النحل، شاهد. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. أحبكم في الله. الفرز بشمع الأساس، أتمم بشمع الأساس لأني لا أرى شيء في الشمس، والهاتف أصبح جد ساخن، لا أريد أن يتكسر من الهاتف أو شيء. الأبيبار الآن مباشرة. من يقول لك الأبيبار؟ سأذكر اسم لأن يسمونني، فعلي أن أنصح، لأن هذه ستبقى على أمانتي، ستبقى على أمانتي إلى يوم الله، ليوم ألقى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة. أخي الكريم، أخي الكريم، أتوسل إليك، دعك من خل التفاح، فهذا فيه مصيبة للنحل. دعك من خل التفاح والتوم، فهؤلاء لم ينتجوا ولم ينتجوا. الفاشل يريد أن يفشل الناس، الفاشل يريد أن يفشل الناس، الناجح ينجح الناس معه. أنا لا أريد منك شيء، أريد منك فقط دعوات الخير، وأقدم لك الطريقة وأقدم لك المنتوج لكي تبقى على عاتقك إلى يوم الدين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بالأخص في الجزائر هناك من هم يدعون أن خل التفاح وأن الطريقة وأن كذا. أقول لك أخي، أرنا إنتاجك وكلمنا. لم نرى إنتاجك أي سنة. فرعوا رأس الناس بالإطارات وبكذا وبالسب والقدم وفي الشتم، لا في النجار ولا في الحدادي ولا في صاحب العسل ولا في منتج العسل ولا في أي شيء. لكن طريقة خل التفاح فاشلة. إن هؤلاء سبوا الناس، فعلي أن أقول لك أنا لست متضرر من أي شيء، ولست تابع لأي شيء، ولست مستفيد من أي شيء، فقط مستفيد فقط من دعوات الخير من عندكم ومن هذا الكلام الذي أقوله. والله وثم والله من اعتمد على خل التفاح لا نحله بالأسفل. أقول لك الطريقة أمامك والعمل أمامك والنتائج أمامك، وكل لماذا نقوم بهذه الطريقة؟ لكي نحفز النحال، لكي نقول للنحال ممكن أن تربي وتنتج من دون تغذية، ممكن أن ترى هذا الإنتاج في منحلك وفي بيتك بهذه الطريقة. خذ من عندنا ما يفيدك، لكن نصيحتي لك ونصيحتي لكل العالم العربي، دعكم من خل التفاح والثوم، فهذا ليس فيه أي علاج. كن على يقين. أقول لك من اتبع هؤلاء الناس فيكون له نفس المصير. والله أقول لك يشككون حتى في إنتاج العسل عند بعض الجزائريين. أنا شاهدت هذا الجزائري مصطفى بن عشير، ما شاء الله، رجل يعمل خلاياه فوق سطحه وينتج عسل جميل عادي. شككون فيه. شاهدت الفيديو وشاهدت بعض التعليقات، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. لذلك أقولها للجميع، ممكن أن ننتج عسل بما يرضي الله، لكن لا يجوز لأي كان أن يشكك في عسل الآخر. لم يسبق لي يوم أن شككت في عسل أي كان، لكن فعلا أرادوا تلطيخ سمعتي أني أشك في النحال العربي، وأني كذا وأني كذا وأني أريد كذا، هذا كله لتضليل الناس عن طريقتنا. فطريقتنا من الحقل، ونتائجنا من الحقل، ليس من وراء الزجاج أو فقط لقح ملكة وادخل ملكة وأعلم. أنا لم أعلم أحد أن يدخل ملكة، ولا أعلم أحد أن أعلمك كيف تنتج، أعلمك كيف تحسن في خلاياك، كيف تصلح خلاياك من دون تعجين. كل من يدخل ملكة وكل من يعتمد على ملكة هذا هو التعجين، هذا هو ضياع السلالة. أنا أقول لك هذا النحل أقسم برب الكعبة وأحرم فيه كما أقول الرزق علي وعلى أولادي. لم يسبق لي أن اشتريت ملكة أو هجنت ملكة.
عملتم النحل في نحلي بطريقة النفض الحسونية التي فيها القيل والقال من كله. هذه نتائجها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دائما نحن الأوائل، نحن الأوائل. أنا أعرف نفسي وأعرف أصدقائي وأقول بالطريقة البيضاوية نحن إن شاء الله الأوائل، ونحن فعلا أصحاب العسل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحرموني من دعواتكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.